الكثيرون يعرفون التضحية، ولكن هناك من يضحي لأجلك، وهناك من يضحي بك. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أحبائي في الله في قناة أمازيغ للطبخ. اليوم لدينا ميني بيتزا بعجينة سحرية بمكون خاص يجعلها طرية جدا وخفيفة جدا مثل القطن. وصفة رائعة خاصة للأطفال. ونبدأ على بركة الله بالمقادير وطريقة التحضير. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وأن تدعموني دائما باللايك. ونبدأ على بركة الله بالمقادير وطريقة التحضير. بسم الله. نبدأ بالمقادير. لدينا نصف كأس من الماء يكون دافئ، مع نصف كأس من الحليب يكون أيضا دافئ، مع نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، ونصف ملعقة كبيرة من السكر، وأربع ملاعق كبيرة من الطحين الأبيض أو الفرينة. أخلط الكل جيدا بهذا الشكل، ثم أغطي الخليط وأتركه يرتاح مدة 10 دقائق حتى تظهر الفقاعات. نبدأ في تحضير صلصة الطماطم. نأخذ 3 حبات طماطم كبيرة قشرتها ونزعت البذور، مع 3 فصوص ثوم. أطحن الكل بالمطحنة الكهربائية بهذا الشكل. في مقلاة نضع 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي، ثم نضع الطماطم التي طحنتها، مع عود من الكرفس وورق رند، نصف ملعقة صغيرة من الملح، ونصف ملعقة صغيرة من الكزبر، ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر، مع كأس شاي من الماء. نضع الكل على نار متوسطة حتى ينشف الماء تماما، ثم ننتقل إلى العجينة. انظروا، ظهرت فقاعات على السطح. نضيف باقي المكونات. أضيف نصف ملعقة كبيرة من الزبدة، مع 4 ملاعق كبيرة من الزيت. 4 ملاعق كبيرة من الزيت، ونصف ملعقة صغيرة من البيكربونات، يمكنكم استبدالها بالخميرة الكيميائية. وهذا هو المكون السحري الذي يجعل العجينة خفيفة جدا، مع بيضة كاملة ونصف ملعقة صغيرة من الملح. أخلط الكل جيدا بهذا الشكل. نخلط جيدا، ثم أقوم بإضافة كمية من الطحين الأبيض أو الفرينة، وأخلط مرة أخرى. هذه الكمية أخذت 500 غرام من الفرينة أو الطحين الأبيض. أخلط بهذا الشكل لمدة دقيقة، ثم أضيف الطحين الأبيض أو الفرينة شيئا فشيئا حتى نتحصل على عجينة لا تلتصق في اليد. نتحصل على عجينة لا تلتصق في اليد. نعجنها لمدة دقيقة حتى تصبح ملساء، مع إضافة الفرينة في كل مرة بهذا الشكل. ثم أغطيها وأتركها ترتاح لمدة نصف ساعة فقط. بعد مرور نصف ساعة هذا هو شكل العجينة. انظروا، تضاعف حجمها. ثم أقوم بتقسيمها إلى كرات بهذا الشكل. نرش كمية من الفرينة على السطح، ونبدأ نبسط الكرة الأولى بهذا الشكل.
نبسطها بالحلال. على سمك 0.5 سنتيمتر بهذا الشكل. أنا استعملت هذا القطر، يمكنكم استعمال كأس أو تكبير أو تصغير القطر كما تريدون. أقوم بتقطيعها بهذا الشكل. هذا هو سمك البيتزا، انظروا. ثم أواصل الكمية المتبقية بنفس الطريقة. هذه الكمية تخرج 16 قطعة. نواصل الكمية بنفس الطريقة. نبسط العجينة على سمك 0.5 سنتيمتر، ثم نقوم بتقطيعها بأي قطر. يمكنكم استعمال كأس أو يمكنكم تصغير أو تكبير القطر كما تريدون. نقطعها بهذا الشكل. ثم أقوم بوضعها في صينية مغطاة بورق الطهي. أضعها في صينية مغطاة بورق الطهي بهذا الشكل. ثم أقوم بوضع ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم فوق كل واحدة بهذا الشكل. انظروا، صلصة الطماطم رائعة جدا. نضع ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم بهذا الشكل. وصفة رائعة وتحضر بكل سهولة. صورت لكم جميع المراحل بالتفصيل. ثم أقوم بإضافة الزيتون الأسود في الوسط، ثم الجبن المبشور، كمية من الجبن المبشور. استعملت جبن البيتزا، كمية من الجبن المبشور. ثم تستطيعون إضافة التونة أو اللحم المفروم أو الدجاج أو تركها بهذا الشكل. ثم أقوم بإدخالها في فرن مسخن مسبقا على درجة 180 لمدة ربع ساعة، لمدة ربع ساعة فقط. ثم نرجع لكم ونلتقي في صحن التقديم. هذا هو شكلها النهائي بعدما أخرجتها من الفرن. رائحتها طيبة جدا وخفيفة، خفيفة جدا مثل القطن. رائعة من أروع ما يكون. ثم أقوم بإضافة قطع من الباتي بهذا الشكل. هذا هو شكلها النهائي. وصفة ميني بيتزا يمكنكم الاعتماد عليها. وصفة رائعة جدا تحمر الوجه. انظروا، شكلها رائع جدا وخفيفة جدا. انظروا بأنفسكم.
خفيفة مثل القطن. وأتمنى أن هذه الوصفة أعجبتكم، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى بإذن الله، وأحبكم في الله، وشكرا.